التاريخ مخفي في بداياته وما كتب في صفحات الكتب، إنما هو تاريخ الدولة لا تاريخ المجتمع. فمنذ 73 عواء في عمق الظلام يجهد ويجاهد أعداء النور لإطفاء النور في لالش. كلما خيم ظلامهم على الأرجاء يعود النور أكثر إبهارا من لالش. ثلاثة 73 محاولة افتراس وذاكرتنا تنزف. الأبطال والتاريخ يعرج عند مفترق شينغال، بينما ذاكرة المجتمع تسطر التاريخ في الصدور لا في السطور. لحظة خروج الإرهاب المغبر برمال الصحراء من قمقمه وهو يحاول إطفاء هذا النور، لكنه في كل مرة يصاب بالعشا ويعود على أعقابه خائبا، يرد كيده إلى نحره وينسحب إلى كهوفه المخضبة بدماء ضحاياه، كما يعود الضبع في تقاليده الغادرة ليحضر لجولة جديدة من الإرهاب كلما سنحت الفرصة. على سفح جبال شينغال تم تدوين ذاكرتنا الجمعية، وعلى تلك السفوح رضع أبناء الكرد في كل بقاع الأرض حليب المقاومة، سواء أكانوا يزيديون أو لم يكونوا، فالكردي هو كردي بالدرجة الأولى، ليقينه إن الدين والمعتقد علاقة خاصة جدا بين الإله وبين الإنسان، كفرد لا يحق لأحد أن يتدخل في معتقده. وعلى سفوح شينغال المباركة دارت رحى الحروب على الكرد لإبادتهم وصهرهم في بوتقة الغازين بمختلف مسمياتهم. وبالموازاة مع قامة شينغال خلق الغزاة قامات قزمة لتحيل الكرد بأن هذه القامات أيضا هم الكرد الجدد المتماهين مع الكردايتي على مقاسات لم تعترف بها شينغال يوما، لكن شينغال كانت دائما تسخر من تلك القامات ولا تمنح بركاتها إلا لمن آمن بالفداء طريقا وحيدا للحفاظ على الكرامة. وشينغال سخرت منذ أيام بأولئك المتعربشين بمؤخرة سيارات الشحن فارين مولين الأدبار باحثين عن جحور الخلدان التي تحفظ أنفاسهم من ظلمة الجحر. كما إن شينغال احتضنت في ذات الوقت فراشات النور التي تتلذذ بالنار المقدسة حتى تتوحدوا بها.